يا مساء الفل على كل عشاق التكتيك. دايما بنسمع المعلق بيقول الفريق ده متفوق. هنا يجي السؤال، متفوق في ايه بالظبط؟ هل عشان مستحوذ على الكوره ولا عشان بيشوط كتير؟ تحليل الاداء في كره القدم الحديثه بقى بيقسم التفوق لاربع انواع رئيسيه. لو عرفتهم هتشوف الماتش بعين تانية خالص غير عين المشجع العادي. يلا بينا نفكك الشفره. النوع الاول هو التفوق العددي. ده ابسط واقدم نوع. ببساطه انك تخلي الموقف 2 ضد 1 او 3 ضد 2، وده بيحصل لما الباك اليمين يطير مع الجناح عشان يخلقوا زيادة عددية على باك المنافس، أو لما الحارس يتقدم علشان يبقى لاعب إضافي في تحضير اللعب مثلا. الهدف منه إننا نخلق زيادة عددية تخلي المنافس مش عارف يغطي مين ولا مين، ودي اللعبة اللي بيلعبها بيب جوارديولا من سنين. النوع التاني هو التفوق النوعي. هنا بقى مش مهم احنا كام، المهم احنا مين. وده معناه انك تعزل احسن لاعب عندك زي فينيسيوس او صلاح في موقف واحد ضد واحد مع اضعف مدافع عند المنافس. الفكرة ان المدرب هنا بيصمم اللعب كله عشان يوصل الكورة للعيب الحريف في المساحة الفاضية. يعني ببساطة لو ميسي استلم الكورة ومعاه مدافع واحد، ده تكتيكيا اسمه تفوق نوعي لصالح ميسي، حتى لو مفيش زيادة عددية. النوع الثالث هو التفوق التموضعي. ده لعب الناس البروفيشنال، وده معناه انك تتفوق بوقفتك في الملعب مش بجريك. يعني ببساطه ان اللعيب يقف في الهاف سبيس او في الفراغات او في المساحات اللي موجوده بين خطوط المنافس. الهدف اني استلم الكوره ووشي للمرمى في مكان يخليني كاشف الملعب كله. هنا اللعيب مش محتاج يرقص، هو بس واقف صح، فبيجبر المنافس انه يسيب مكانه عشان يضغط عليه، فبتبوظ المنظومه الدفاعيه كلها للمنافس. النوع الرابع هو التفوق الحركي، وده اللي بيعتمد عليه مدربين زي يورجن كلوب وجوارديولا وهانز فليك. الفكرة ببساطة مش مهم انت واقف فين، المهم انت جاي منين وبسرعة كام. يعني مثلا لما لعيب يعمل اوفرلاب او يجري من ورا المدافعين بلايند سايد ران وهو في كامل سرعته وبيكون المدافع واقف ثابت في مكانه. الخلاصة السرعة في اتخاذ القرار والحركة بتخليك متفوق حتى لو المنافس واقف في مكانه صح وعددهم اكتر منك. في النهاية الكرة ما بقتش مجرد هجمة ورا هجمة، الكورة بقت أسس ومبادئ وأفكار، والفريق الشاطر هو اللي بيعرف يجمع بين نوعين أو أكتر من التفوقات دي في هجمة واحدة عشان يهد دفاعات المنافس. قول لي بقى في الكومنتات، مين أكتر مدرب في الدوري الإنجليزي أو الدوري المصري بتحس إنه صايع في خلق التفوقات دي؟ يا ريت لو عجبك التحليل ما تنساش متابعة، لايك، شير عشان يوصل لك كل جديد. سلام.